مس انا ما غلطت. الله يا جزمه. ايوه اللي انتوا شايفينه ده حقيقة مش ادعاء. انا واكله علقة موت. حقيقي اعمل قلب والنظر. اصلك وجعتني يا استاذ حسن. طب لو قلت لك تنط من هنا تنط؟ لو ده هيثبت لك انك ايه؟ ما حدش فيكم فهمني او ما حدش فيكم عرفني بجد. يعني حد غيرك يتكلم على الوحشه يا سفاجه؟ انت سموكي سفاجه انت؟ ده انت بالكتير كفر الزباله. لا ما تسيبناش. لا يا عم ربيع والنبي ما تسيبنا. لا 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 خليك معانا يا عم ربيع. بالنسبة لي الحب هو تقبل وأمان. فاكتشفنا ان مفيش حاجه اسمها سينما نظيفه وسينما متبقعه يعني. اللي يسمح لزوجته في فيلم تقلع البتاع وتحطه في شنطتها وتخرج يبقى مش محترم. سندريلا الوسط الفني ممثلة ناس كتير كانت بتشوفها مثال للست المثالية، لكن بسبب مشهد في فيلم الناس قلبت عليها. مش بس كده، دول هاجموا جوزها وطلبوا منه انه يطلقها، لكن في حاجة مش واضحة ليه دايما في جدل حوالين اختياراتها. هل هي فعلا اللي احنا شايفينها او في جوانب تانية في حياتها محدش يعرف عنها حاجة؟ النهاردة هنتكلم عن جوانب مخفية من حياة منى زكي واللي ممكن تغير كل اللي كنت فاكره عن النجمة دي. بس يا ماما تيمور واتش يور لانجويج. كلميني عربي وحياة عمو ميمون. منى زكي فنانة مصرية الكل بيحبها. اتولدت 18 نوفمبر سنة 77 في القاهرة. منى طفولتها ما كانتش عادية، وده لأن من وهي صغيرة عاشت في كذا بلد بسبب شغل والدها اللي كان دكتور، وكانت بتتنقل بين إنجلترا وأمريكا والكويت، وده خلى عندها خبرة في الحياة من بدري. بدأت منى طريقها في التمثيل وهي لسه في الجامعة، كانت بتدرس إعلام وقررت تشارك في مسرحية بالعربي الفصيح مع محمد صبحي. ومن هنا بدأت تتعرف أكتر وتاخد فرص أحسن. شهرتها بدأت تكبر لما اشتغلت في مسلسلات وسينما التسعينات، وكانت بتختار أدوار متنوعة، لكن أغلبها كان بيظهر البنت المصرية البسيطة، وده خلى الناس تحبها بسرعة. لكن الانطلاقة الحقيقية لمنى كانت في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدي. طب خليك قاعد بقى، بس انت معانا في الحفله غصب عنك. خليك. ها ماشي اوكي اب تو يو مان. انت عارف انك بتفكرني ببابايا في شبابه؟ انا ليا الشرف طبعا. وابوك دلوقتي شكله ايه؟ الله يرحمه. كان من الافلام اللي عملت نقله في السينما الشبابيه ونجح جدا، وظهرت منى فيه بدور طالبه بسيطه لحد لما جت سنه 2000 واخدت اول بطوله ليها في فيلم ليه خلتني احبك مع كريم عبد العزيز. انا كنت عارفه ان محدش هيجيب لك حاجه زرقاء في المكتب عشان الحسد. من الافلام اللي نقدر نقول عليها ايقونه الجيل. الفيلم حقق ايرادات عاليه، ومن هنا اثبتت منى انها نجمه صف اول وبجداره. وفي نفس السنه شاركت في تاني بطوله ليها في فيلم عمر 2000 مع خالد النبوي. التراب مش امان زي الدنيا، لو شفت حاجه اتفرج وما تتكلمش، ما تفتحش بقك خالص. لكن للاسف الفيلم ما حققش النجاح المتوقع، وبعدها شاركت في بطوله فيلم الحب الاول مع مصطفى قمر. ايه بقى يا جماعه موضوع الطقوس بتاعتكم دي؟ عموما ما تزعلوش، لا عايزين تردوا العزومه، انا عامله بارتي عشان عيد ميلادي. لكن للاسف الفيلم ما نجحش برضه، ومن هنا قررت منى انها تتأنى شويه في اختياراتها. لكن بعدها شاركت مع احمد زكي في بطوله فيلم ايام السادات. ممكن امشي معاك شويه؟ ده شرف ليا. حتى لو كانت مامتي انجليزيه. منى جسدت دور جيهان السادات، والدور ما كانش سهل، لكن منى نجحت فيه بامتياز. الفيلم خد جوائز كتير، ومنى كانت من اسباب نجاحه. وفي نفس السنه شاركت مع احمد السقا في فيلم افريكانو. إذا كنت جاي عشان الورث راح، وإذا دايما بتقول عشان عمك كمان راح. الفيلم ده كان أول تعاون بينهم في السينما، حقق نجاح كبير وكان من الأفلام الخفيفة، والناس حبوا الكابل ده جدا. ومن هنا بدأت كيمياء بين منى والسقا، وبعدها بسنة قدموا فيلم مافيا. عمرك كان عندك هدف؟ هدفي؟ هدفي اني اضربك. الفيلم ده غير شكل الأكشن في السينما، يعني من الآخر مافيا مش بس مجرد فيلم أكشن، ده حط أحمد السقا في حتة تانية خالص، وأكد إن منى تقدر تقدم أي دور بطريقة تبهر أي حد. وسنة 2003 شاركت في بطولة فيلم من نظرة عين مع عمرو واكد. اخبارك ايه؟ بقيت كتير ما شفتكش. ممكن تشوف
شغلك بدل ما انت واقف تتدلع. واللي كتير مننا ما يعرفوهوش ان الفيلم ده من الافلام اللي منى صرحت انها ندمانه عشان شاركت فيه، وسنه 2004 شاركت مع عبلة كامل في فيلم خالتي فرنسا. بقى انت قلبه دماغنا من الصبح عشان الراجل المخلي ده. يا حاجه وفري فلوسك، ده تبوسيه وتحطيه جنب عملت هي وعبلة كامل دويتو كوميدي رهيب، لكن جت سنه 2005 وكانت وشها حلو على منى لانها شاركت في عملين كسروا الدنيا حرفيا، فيلم ابو علي مع كريم عبد العزيز. اصل الشبوره انا ما كنتش شايفه، وبعدين اللي وقعكم في حته مقطوعه زي دي، اللي وقعكم في حته مقطوعه يعني تخبط لي العربيه. ده واحد من اكتر الافلام الاكشن والكوميديا اللي علقت مع الناس، واللي لحد النهارده بيتشاف كانه لسه نازل امبارح. وفيلم احلام عمرنا مع مصطفى شعبان. لا نو واي، مش هقدر، مش هعرف اكله، مش هعرف اكله. الفيلم كان بيوصل رسالة واضحة قوي إن أحلامنا ساعات بتتحول لكوابيس، مش علشان غلطانين، لا ده علشان مش عارفين نعيشها صح. الفيلم لحد دلوقتي ليه جمهور بيحب يشوفه، لكن اللي صدمنا إن منى صرحت وقالت إن فيلم أحلام عمرنا من الأفلام اللي ندمت عليها. بريئة من فيلم أحلام عمرنا. لا طبعا دي حاجة أنا اخترتها بغض النظر إيه النتيجة اللي طلعت في الآخر، بس يعني لا مش بريئة. المشكلة حصلت أكتر بعد يعني في أواخر التصوير وبعد التصوير. أنا كان عندي مشهد دوبلاج وكنت عندي طلب إنه يتنفذ وما حصلش، فقررت إن أنا المشهد ده مش هروح. مش بس كده، دي كمان قالت إن عمرها ما هتشتغل مع مصطفى شعبان في أي عمل تاني. لن أعمل مع مصطفى شعبان مرة أخرى. تصريحاتها خلت الناس تستغرب شوية، خصوصا ان الفيلم وقتها كان محبوب وحقق نجاح مش بطال. عمرنا ما سمعنا عن خلاف بينها وبين مصطفى شعبان. طب ايه سبب الكلام ده؟ لكن لما اتسأل مصطفى شعبان عن رأيه في كلام منى رد، وخصوصا ان كان بينهم صداقة كبيرة، وقال وزعلت فعلا ساعتها ان هي قالت كده. سلموا على بعض طبعا عادي. طبعا كل احترامي ليها، يعني منى غالية عليا جدا. وبعدها رجعت تاني هي واحمد السقا سوا في فيلم تيمور وشفيقة. انا لو عايزه اتميز قدامي طول الاسبوع اتميز فيه، انت بتبقى في كليتك واقدر اعمل اللي انا عايزاه، بس انا بحترمك في غيابك وفي وجودك، وعمري ما هتميز على حد غيرك. ومش محتاجين نقول الفيلم نجح ازاي، فيلم رومانسي اجتماعي حرفيا. احمد السقا ومنى زكي كانوا كابل لذيذ جدا وكل الناس بتحبه. تفتكر نجاحات منى خلصت لحد هنا؟ اكيد لا طبعا. منى بتحب دايما تنوع في ادوارها، وده باين جدا في اختياراتها، وده ظهر لينا في اختيارها لفيلم ولاد العم مع كريم عبد العزيز وشريف منير. مش هكون أول ولا آخر واحدة تخسر جوزها، بس اديني عيالي ورجعني مصر وانساني. الفيلم أكشن وجاسوسية وقصة إنسانية قوية جدا، أدائها كان ناضج جدا، ودورها كمواطنة مصرية في إسرائيل كان صعب ومركب. وطبعا مش هننسى أدوارها الجبارة في الدراما. منى قدمت مسلسلات كتير ناجحة، من أبرز الأدوار الأخيرة ليها دورها في مسلسل لعبة نيوتن سنة 2021. I want to take my baby with me. Please come down. Please. واللي كتير ما يعرفوش ان المسلسل ده في منه نسخة امريكية. المسلسل ده رجع منى زكي للدراما بعد غياب، بس رجعت وهي مبدلة جلدها حرفيا. دور هنا كان صادم، ست بتحاول تبدأ من جديد في امريكا، بس بتحارب الدنيا كلها. ناس حبتها وناس اتعصبت عليها، خصوصا في مشهد الولادة. بس الكل اتفق على حاجة واحدة، الأداء كان عظمة. لكن سنة 2022 قررت منى قرار قلب الدنيا عليها، والناس هجمتها عليه، وهي إنها شاركت في فيلم أصحاب ولا أعز. معرفش حتى راجل كبير ولا صغير، ما شفتوش قبل كده، اتشهدت بس بنتسلى. الفيلم ده من إنتاج نتفليكس. الفيلم حرفيا أغلبيته مشاهد جريئة وفي ألفاظ كتير مبتذلة. الناس اتصدمت جدا لأن منى زكي اللي طول عمرها البنت اللطيفة والزوجة المثالية حبيبة الجماهير، إزاي تطلع في فيلم مبتذل كده وفيه كمية إيحاءات كبيرة. الفيلم بيتكلم عن الجنس والكذب والأسرار الزوجية، وبتقول جمل كانت بالنسبة للناس عيب تتقال. أنا لو من مراته أخد منه العربية والبيت وفلوسه وحتى كل هدوم، يروح لها بقى هي بلبوس من غير هدوم خالص. الفيلم قلب قضية رأي عام، حرفيا عمل صدمة كبيرة للناس، والصدمة الأكبر كانت إزاي منى توافق تشارك في العمل ده. الحملة العنيفة اللي شنها عدد كبير من الجمهور العربي خصوصا المصري، اللي طالبوا من خلالها بوقف عرض فيلم أصحاب ولا أعز. ورغم إن أحمد حلمي ما شاركش في الفيلم أصلا، إلا إنه تعرض لانتقادات كبيرة جدا من نوع أنت إزاي تقبل مراتك تقدم دور زي ده. لكن الهجوم كان غريب نوعا ما، لأن منى ده ما كانش أول دور جريء ليها، لأنها بالفعل عملت أدوار جريئة قبل كده، زي مثلا دورها في فيلم احكي يا شهرزاد. بس احنا قبل كده في الأول يا حبيبي اتفقنا إن محدش يتدخل في شغل التاني.
ولا ايه؟ طبعا الكلام كتير على منى والكل بقى يهاجمها، وفي ناس قالت انها كسرت صورتها النظيفه، لكن السؤال هنا هو الفنان لازم يفضل محبوس في صوره الناس رسموها ولا يكسر القالب ويجرب؟ طبعا منى زكي طلعت وردت على اللجون ده وقالت احنا طلعنا لقينا منتجين على فكره هم اللي طلعوا اللقب ده علينا وقالوا احنا ده جيل السينما النظيفه، فاكتشفنا ان مفيش حاجه اسمها سينما نظيفه وسينما متبقعه يعني او فيها لا مؤاخذه قذاره. طبعا ردها قلب الدنيا اكتر والناس هاجمتها بشكل كبير، وخصوصا المستشار مرتضى منصور دخل على الخط وهاجمها هي وجوزها احمد حلمي. اللي يسمح لزوجته في فيلم تقلع البتاع وتحطه في شنطتها وتخرج يبقى مش محترم. هتقولي ده تمثيل؟ هو التمثيل ده مش قدام مصورين؟ لكن طبعا كلنا عارفين ان منى زكي ليها جمهورها الخاص وليها شعبيه كبيره جدا، في ناس كتير فعلا دفعت عنها وخصوصا اصحابها في الوسط زي عمرو يوسف. هجوم بشع وغلط وتطاول قله يعني احترام وحاجات كتيره جدا 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 بشعه على واحده من اهم نجمات الوطن العربي واهم نجمات مصر، وغيرهم كتير من الفنانين. وطبعا بما ان منى عضوه في نقابه الممثلين نزلوا بيان يدعموا منى وموقفها من الانتقادات دي. الحفاظ على حريه الابداع في دوله مدنيه تؤمن بالحريه جزء اساسي من وجدان الفنانين المصريين. لكن اللي كتير مننا ما يعرفوهوش ان الفيلم ده اصلا مقتبس من فيلم اجنبي. طبعا ما الغرب دايما افكارهم متحرره، احنا كعرب هنعمل زيهم واحنا المفروض عندنا قيم واخلاق ومش متحررين زيهم يعني. لكن رغم كل الانتقادات دي منى كملت طريقها عادي، وبعدها على طول قدمت بطوله مسلسل تحت الوصايه. سيادتك انا عايزه اتكلم والنبي. هسمعك بعد الساده المحامين. لا ده سؤال واحد بس مش هتكلم تاني خالص. الغريب ان بعد كل الانتقاد ده المسلسل حقق نسبة مشاهدات كبيرة، لكن منى زكي نجوميتها مش بسبب التمثيل في الافلام والمسلسلات بس. منى شاركت في مسرحيات كتير ناجحة زي مسرحية كده اوكي. ايه ده؟ دي تمسك مني بتراس وعفروتو. انا في من انتظارك ملت ناري في ضلوعي. منى بتحب التنوع في ادوارها، بتحب تمثل البنت البسيطه والمجنونه والطيبه وحتى الغامضه. تفتكروا الجدل في حياه منى خلص على كده؟ طبعا الاجابه معروفه. في فتره انتشر كلام على منى انها مدمنه كحول. طب ازاي؟ الكلام ده صدم الكل، ازاي الملامح البريئه يطلع منها كل ده؟ لكن طبعا لما اتسالت منى على الموضوع نفت الموضوع كله وقالت ما عنديش اي رد غير انه يعني خالي من الصحه تماما. الناس بتحب تحطها في صوره الست المثاليه، واول ما تلبس حاجه فيها شويه جراءه الكل بيفتح النار، بس هي بتطنش وبتلبس اللي يعجبها وسايباهم يتكلموا. منى زكي ببساطه هي فنانه ناجحه وست قويه وام جميله، وبتفضل دايما قريبه من قلوب الناس علشان طبيعيه وبسيطه. سنه 2002 منى اتجوزت حب حياتها الفنان احمد حلمي، وكانوا قبلها اصدقاء لسنين. جوازهم دايما مثال للعلاقة الناجحة والهادية بعيد عن الفضايح، رغم انهم يعتبروا من اشهر والطف الكابلز في الوسط الفني، بس حياتهم ما كانتش دايما سهلة. مرة ظهرت اشاعة ان في خلافات بينهم، ومرة تانية ناس اتهموا منى انها بتتجاهل حلمي او العكس في المناسبات العامة، بس هما دايما بيردوا بذكاء وسخرية ويأكدوا ان علاقتهم تمام وانهم بيحبوا بعض وبيساندوا بعض. وربنا رزقهم ب3 اولاد، ليلي وسليم ويونس. رغم شهرتهم بيحبوا يربوا اولادهم بعيد عن الكاميرات، وبيظهروا سوا في مناسبات بسيطة، وكل مرة الناس بتنبهر بجمالهم وكمية الحب اللي بينهم. منى مش بس فنانة، دي كمان سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف في مصر، وبتشارك في حملات كتير بتدافع عن حقوق الأطفال خصوصا في التعليم والصحة، وده بيأكد إن قلبها كبير زي موهبتها. منى دلوقتي عندها 48 سنة، ورغم كده مش بيبان عليها سن خالص، وخصوصا إن عندها تاريخ كبير ووصلت لمكان جيلها ما عرفش يوصل لها. وآخر حاجة شفناها فيها كان مسلسل رحلة 404 مع محمد ممدوح ومحمد فراج. أول ما وقعت وضعفت وبقت تحت رحمتك أنت ما رحمتهاش. وسمعنا انها بتحضر لمسلسل جديد اسمه الست، بتجسد فيه شخصية ام كلثوم. لكن الغريب ان قبل ما المسلسل ينزل اتعرض لانتقادات كبيرة، لان الناس شايفين انها لا صوت ولا حتى في شبه بينهم. لكن لحد دلوقتي لسه مفيش حاجة نزلت، بس الجدل شغال والكل مستني يشوف هتقدر تسكتهم ولا لا.
ورغم مشوار منى الطويل واجرها العالي الا ان ثروتها تقدر ب 180 مليون جنيه، وفي الاخر منى زكي طول عمرها ماشيه جنب الحيط وعايشه بين حب الناس وهجومهم، وكل ما تعمل حاجه مختلفه الدنيا تقوم عليها وما تقعدش. ناس شايفاها ملاك وناس شايفاها خرجت عن الطريق، بس هي ماشيه في سكتها، لا بتبرر ولا بتعتذر، وكانها بتقول انا بمشي على مزاجي واللي مش عاجبه حر يتفرج من بعيد.